مين اللي هيفطر في البلكونه لوحده النهارده؟ البلكونه اللي روقناها اهي. اللي ما شافش الفيديو بتاع ترويق البلكونه وحولناها فعلا، يعني اللي شافوها شافوا التحويل فظيع، اللي كانت فعلا كانت مهجوره. حولتها، واللي ما شافش الفيديو يرجع للفيديو اللي قبل ده. وهفطر لوحدي، بعمل الفطار جوه اهو، وهقول لكم عملت فطار ايه النهارده، وهرتبه معاكم واحده واحده. بصوا الجو والشتا عامله ازاي. بس كده هحط بقى الفطار في البلكونه اللي انا بعمله دلوقتي، وهقول لكم كل تفاصيله. يلا نتابع الفيديو مع بعض، يلا. حاطه فيها ملايات، وحاطه فيها فوط من دي كانت هديه لاهلي، عشان هنا بيجيبوا هديه للعروسه. يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى روتين متقسم لجزئين. اول جزء اشارك معاكم يعني الوجبه الصحيه اللي حبيت افطر بيها النهارده. وتاني حاجه هيبقى الجزء الخاص بتركيا، وهو الجهاز اللي كانت جايبهولي حماتي في الجواز وكده. وهحكي لكم ازاي الاتراك بيجهزوا العريس والعروسه هنا، او العروسه يعني. وهحكي لكم كمان الحاجات، عشان انا كنت اجنبيه، ايه الحاجات اللي نقصت، ايه الحاجات اللي زادت والحاجات دي. وهوريكم كمان يعني الفوط بقى هتشوفوا. بس قمت الصبح كان نفسي هفاني على حاجه يعني كنت عايزه اكلها. وزي ما قلت لكم قبل كده هعيدها لكم تاني للناس اللي شايفيني جديده. انا كنت يعني مليانه شويه، مش مليانه قوي بس شويه، زدت وزن بعد الولاده وكده. فحبيت اقلل الوزن ده لان اتبع نظام غذائي، والحمد لله الحمد لله قلت كتير كتير كتير. بس بقى عشان ما الوكش معاكم كتير، تعالوا نبتدي الوصفه بتاعتنا النهارده. وعايزه اقول لكم حاجه حلوه، ان انا الحمد لله جبت التريبود بتاعي اللي هو بيصور بيه اتصلح، والحمد لله الحمد لله. عشان كده انا واقفه قدامكم كده بتكلم عادي. خلاص يا ليلى هخلص واجيلك. يلا نبتدي الفيديو مع بعض قبل ما ليلى تكسر التريبود اللي واقف ده. يلا اول حاجه هتحتاجوها هو دقيق الشوفان. حلو كده. دقيق الشوفان ده هتجيبوه منين؟ من مصر، من ابو عوف، ماشي. انا بجيبه من هنا عادي في السوبر ماركت بتاع بيم. حلو كده، اللي عايشين في تركيا هيلاقوه في السوبر ماركت بتاع بيم. تاني حاجه هنحتاجها طبعا الصلصه. دي صلصه فلفل ولا صلصه طماطم؟ استنى لما اشوف كده معاكم. دي صلصه فلفل خلاص. دي افضل نوع صلصه هنا. بيبقى قليل من المواد الحافظه والحاجات دي يعني، ومش غالي قوي يعني، سعره حلو حنين. تالت حاجه هنحتاجها، ده طبعا عرفتوا انا هعمل ايه. هعمل بيتزا بدقيق الشوفان بدون خميره وبدون اي مواد دهنيه، تمام. هنحتاج بصوا بشر جبنه. انا كان عندي الجبنه اللي هوريها لكم، استنوا. انا عندي الجبنه دي خلاص. خدت، بصوا اصلا هي صغننه ازاي، بصوا هي اصلا صغننه ازاي، هي صباع كده. خدت منها حته وبشرتها، وخدت طماطميه صغيره خالص، وخدت فلفلايه بس كده. هعجن بايه؟ بدل الخميره هعجن بزبادي، عندي الزبادي هعجن بيه، وشويه لبن بس كده، والطاسه اللي هي ما بتلزقش فيها حاجه بس كده. ده اللي هستخدمه، دي كلها كل المكونات، تمام. هبدا بقى احط قد ايه من دقيق الشوفان هوريكم دلوقتي. حاجه هنحتاجها اللي احنا هنحط 3 معالق من دقيق الشوفان خلاص. بصوا هو يعني هو بصوا عامل ازاي، مش اللي هو الناشف ده، اللي هو عادي المفروم ايه، المطحون 3 من دقيق الشوفان. ولو زودنا اكتر يعني، لو حطينا بقى الزبادي والحاجات دي ولقينا محتاج اكتر نحط. فقولوا 3 معالق ونص الاول من دقيق الشوفان. بعد كده هنجيب الزبادي، ونحط برضو معلقه كده، تمام. ونحط شويه من ميه الزبادي، الميه اللي بتبقى جوه دي، شايفين اللي هي دي، شايفين كده. بس هحط ايه مثلا شويه ميه زبادي، قولوا معلقه ونص كمان. بص هجرب معايا، انا عملتها قبل كده بس النهارده يعني ايه، هنحط مقادير كده اعتباطيه، بس هنعملها في الاخر حلوه ما تقلقوش. خلاص كده نقفل الزبادي ده كده. احنا خلاص حطينا دقيق الشوفان زي ما قلت لكم. رحت بس التلاجة جبت بيضه، تمام. هفقشها عليها، هفقش على الموضوع بس كده، تمام. يبقى احنا حطينا 3 معالق دقيق شوفان، 3 ونص. وكمان حطيت زبادي معلقه ونص، وحطيت واحده بيضه. حلو كده. هحط بقى شويه ملح صغيرين، وافضل بقى بايدي اعملهم كده لحد ما يتكونوا على شكل عجين. حلو كده. ولو احتاجت دقيق تاني لازم تبقى عجينه متماسكه، ولو احتاجت دقيق تاني هحط على طول. خلاص زي ما قلت لكم هحط رشه ملح كده، بس رشه صغيره كده يعني، ما بنحطش كتير. بس هنشمر بقى كده
وهنقعد نعملها بايدينا. مش عايزين تعملوها بايديكم ممكن تفضلوا تقلبوها بالمعلقه بالمنظر ده لو مش عايزين تعملوا، بس انا هعملها بايدي يعني. حلو كده كده المطبخ بيتروق بعد ما بنخلص، بس عشان الفيديوهات ساعات في ناس بتقرف ناس بتقرف بقى عندها حق طبعا. في ناس تبقى الحاجات دي بالنسبه لها مش كويسه، لما تلاقي حد بيعمل بايديه في الاكل ممكن تقرف انها مثلا تبص للفيديو. بس انا بتصرف باللي انا بعمله في البيت. خلاص هنفضل بقى نقلبهم مع بعض كده. خلاص وبعد ما تتعجن شويه هزود عليها شويه لبن بساط. بصوا هجيب اللبن كده وهزود عليها شويه لبن بساط، ولما العجينه تلم معايا هوريها لكم على طول. بصوا خلاص العجينه لمت ازاي، شايفين؟ تبقى طريه كده في ايدينا. حلو. هزود عليها بقى شويه لبن صغيرين. بصوا يعني زر لبن، زر صغير. بصوا بس كده. انا زودت عليها قد ايه؟ زودت عليها معلقه شوفان كمان. خلاص زودت عليها شويه لبن. تمام. تبقى كده من فوق فيها لبن شويه، وهاخد مثلا شويه دقيق شوفان كده عليها. تمام. بس كده خلاص العجينه خلصت. عايزه اوريها لكم بس تبقى عامله ازاي. شايفين؟ تبقى طريه كده. شايفين؟ بس هسيبها مثلا حوالي 5 دقايق بالشكل ده كده ترتاح شويه، وهروح افردها على طول في الصينيه، وهحط معلقه زيت واحده بس على الصينيه، اللي هي الصينيه ايه، الطاسه. معلش يا جماعه ما بعرفش اعمل روتينات، قلت لكم هتلخبط، بس انتوا اللي عايزين. هحط شويه معلقه زيت على الطاسه اللي هعمل فيها، وهحط عليها البيتزا على طول، اللي هو عجين البيتزا يعني. طبعا يا جماعه واحنا شغالين بيجي ميه عادي، بيجي دقيق عادي، يعني ممكن تلاقي الهدوم ظهرت دقيقه، ظهرت حته ميه من الحنفيه، فايه ما نخشش ندقق كده وما اعرفش ايه، عشان بلاقي تعليقات يعني عسل عسل عسل، مش عايزه اقول لكم يعني. فما ندققش، احنا زي اي ستات بيت لما نيجي نشتغل بيجي على هدومنا حاجه. وانا عايزه اقول لكم ان زي ما قلت لكم انتوا بتحبوني ان انا اطلع على طبيعتي، وانا دي طبيعتي. وانا شغاله في المطبخ ممكن حاجه تيجي، حاجه تتنطر، فعادي. عايزين ايه كده نشيل بعض في ايام الروتينات دي عشان اعرف اكملها. بس كده خلاص العجينه اهي. سبتها خلاص ترتاح. هنخش بقى على طول نحط الزيت زي ما قلت لكم في الطاسه واحطها على طول واوريها لكم هتبقى عامله ازاي. بس كده خلاص هنجيب بقى الطاسه بتاعتنا كده، وهنجيب الزيت ونحط كمية صغيرة خالص. بصوا حتة كده يعني ايه، معلقة بس كده. خلاص تمام. ومجرد بس ان الموضوع ما يلزقش وكده، وهنروح نجيب العجينه ونحطها على طول. بصوا خلاص جبنا العجينه والزيت اللي حطيناه، هنفضل نفرد العجينه عشان تعمل قرص كده، يعني هنفضل نفردها بايدينا، مش هنستعمل اي حاجه تانية. ولو لقينا ايدينا لزقت من العجين او حاجه، لان الشوفان يا جماعه ما بيلمش زي الدقيق العادي، فلازم لازم لازم بيبقى بيلزق في الايد. فانتوا ممكن تحطوا شويه دقيق كمان عشان يساعدكم في الفرد. بس كده هفردها لحد ما تبقى قرص وارجع لكم تاني. خلاص انا كده فردتها، اتفردت بسهوله. زي ما قلت لكم بصوا حطيت شويه دقيق فوق عشان اعرف افردها بسهوله. هحط بعد عليها المكونات. بعد كده احط معلقه الصلصه دي. بعد كده هحط الجبنه المبشوره والطماطم والفلفل، ولو في زيتون حطه، بس انا النهارده ما كانش عندي زيتون فمش هحط. بس كده هحط المكونات وارجع لكم تاني. بصوا كده خلاص بعد ما اتفردت شايفين، وحطيت عليها المكونات زي ما قلت لكم، طماطميه صغيره وفلفلايه صغيره وشويه جبنه مبشوره. يعني اي جبنه عندكم بقى، جبنه رومي، جبنه شيدر، ابشروها، يعني ما تجيبوش جبنه موتزاريلا. ابشروا اي حاجه عندكم. خلاص هنعمل ايه، هنولع على نار هاديه جدا، ونجيب غطا اصغر من الطاسه نفسها عشان يحكمها من تحت كده. تمام، عشان تبقى مقفوله من كل حته. حلو كده. هولع عليها نار هاديه، واول ما تخلص هوريها لكم. بس كده الفطار بقى جاهز. عملت الشاي بلبن في الكوبايه المصريه الاصيله دي، ماما كانت جايباها لي من خان الخليلي. والبيتزا اهي شايفين، استنى اقوم لكم كده، شايفين من تحت. بصوا الجبنه وجميله، وقرص كامل يعني، والشوفان مفيد جدا، وكل ده ما فيهوش اي مواد دهنيه غير الجبنه بس، ومعلقه زيت اللي حطيناها عشان البيتزا ما تتحرقش. بصوا اصلا شكلها ايه رايكم؟ بس كده خلاص فقره الفطار بتاعتنا خلصت، وهفطر ان شاء الله. وكمان شويه هنيم ليلى عشان اصور لكم الجزء التاني من الفيديو. ويا رب يا رب يكون الفطار عجبكم، وجربوها في البيت هتحبوها جدا جدا. وانا اوريكم الجو الصبح بس اوريه لكم تاني، مفيش اي مشاكل. شايفين اهو
المكان هص اصلا ما فيش حد خالص الحمد لله، عشان كده مش هحط ستاره النهارده. بصوا مفيش اي حد في الشارع، بس في بس اللي هو المطر وكده. بس بقى انا هقعد افطر بس ونكمل مع بعض. بس كده خلاص خلصت الفطار وهقعد اتفرج على المسلسل ده اسمه وسط البلد لو حد متابعه. بصوا الساعه كام دلوقتي؟ الساعة 1:03 داخلة على 1:15 اهي. هتفرج على ده بعد كده هتابع اللي وراه اللي هو ايجار قديم قلتلكوا عليه بعد كده، ولحد بقى ما يلوش يجيلها نوم وبتاع. وهفرش لكم على الارض بقى كل الحاجات اللي عايزه اوريها لكم اللي هي الصناعه اليدويه اللي عملتها حماتي في جهازي وكده. وبس بقى عشان ما اطولش عليكم هتفرج وارجع لكم تاني. ونيجي بقى للفقره بتاعت حاجات من صنع ايد حماتي في جهازي. عايزه اقول لكم ان حماتي بتصنع الحاجات دي بايديها. الحاجات دي من عايزه اقول لكم الاول انا لابسه الفولكلور بتاع البحر الاسود، حبيت اقدم الفقره بالحاجات دي. هم ده الزي بتاعهم بتاع اللي هم الفلاحين بتوع تركيا، يعني منطقه البحر الاسود وجمع الشاي وكده. المنطقه اللي منها اصلا جوزي. حبيت البس لكم ده. عايزه اقول لكم ده معمول بالحنه، يعني ده مرسوم كله بالحنه الطبيعي، وده حرير طبيعي من دوده الاز. وهما بيعملوا فيه الحاجات دي، يعني كل الفولكلور اللبس بتاعهم بيعملوه بايديهم. عايزه اوريكم حاجات تانية بقى. بص، اول حاجه في جهازي لما حماتي جت مصر وكده جابت لنا معاها بتاع كده زي ما بتقول عليها بؤجه كده. حاطه فيها بقى ملايات لما جت تخطبني يعني. حاطه فيها ملايات وحاطه فيها فوط من دي كانت هديه لاهلي، عشان هنا بيجيبوا هديه للعروسه كده. فكانت هديه لاهلي وكده. عايزه اقول لكم هم وقفوهم في المطار من 5 سنين بقى عليكم خير، وقفوهم في المطار وهم بقى هنا بيقفلوا البؤجات دي بفيونكه حمراء وبتاع. وقفوهم في مطار اسكندريه اللي هو برج العرب وفتحوا الحاجات دي. يعني كانوا مستغربين في المطار ايه اللي جايبين بتاع مقفوله كده وجواها حاجات، وكان جواها مثلا اسمه ايه ده، مشغولات يدويه اللي هي العلب الصغيره، وجواها كانت لؤلؤ، مش لؤلؤ طبيعي يعني، لا لقالق كده عاملينهم، ففتحوها في المطار وبوظوا شكلها خالص. وكانت حماتي جايه متضايقه جدا 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 لان احنا بوظنا لها الحاجه بتاعتها. فكان من ضمن الحاجات اللي كانوا جايبينها لي في مصر والحاجات اللي انا جيت لقيتها في البيت هنا جاهزه. بصوا الفوط، تمام؟ بصوا الفوط دي، شايفين؟ هي اللي عامله كل الكنار ده بايديها. وبصوا، وهي اللي مطرزه كل الحاجات دي بايديها، شايفين كده؟ بصوا التطريز وبصوا الحاجات دي تقريبا انا ما استعملتهاش من حوالي 5 سنين، ما بفتحهاش اصلا، حاسه ان انا لا هبوظها. استنوا، بصوا كل الحاجات دي. في حاجات طبعا معموله بالخيط الذهبي ده، شايفينه؟ كل الحاجات دي هي اللي عاملاها. بالكنارات دي كلها مختلف بقى، هي اللي بتعمل الكروشيه والحاجات دي الكنارات. عايزه افرجكم على ده كمان، شايفين كل الحاجات دي صناعه يدويه هي اللي عاملاها. بصوا المنظر، منظر يعني يحكي له الاجيال. حاسبهم لليلى. بصوا الاشكال والالوان، شايفين؟ كل ده صناعه، وكل الخيط الذهبي ده هي اللي عاملاه. بصوا هنا الخيط الذهبي وهنا الخيط الاخضر، كل الحاجات دي بيعملوها في البلد عندهم. عايزه اوريكم ايه كمان، هفرجكم على شكل الفوط الاول. شايفين اسمه الترتر ده؟ شايفين شكله؟ بصوا شايفين الترتر والحاجات دي، كل ده هي اللي صنعوه. يعني بيجيبوا الفوطه بيضه ساده وهم بيعملوا عليها كل النقشات دي. كل الحاجات دي مش مصنع، هي اللي عاملاها. بس هي للاسف مش بتبيع، يعني ما بتحبش تبيع الحاجات دي، بس بتعرف تنقشها. بصوا كانوا جايبين كل الحاجات دي، شايفين؟ هفرجكم النهارده على حاجات وفي يوم تاني حاجات تانية. النهارده هفرجكم على الفوط وكام حاجه كده. بصوا شايفين؟ والخضره دي شايفين؟ جابوها خضره ساده كده خالص وهم اللي عاملين الحاجات دي. هي بقى واخواتها وبناتها لما كانوا في البلد وكده كانوا جايبين. انا وريت لكم يعني بضع من الفوط. عايزه اقول لكم بيهتموا جدا بالفوط والحاجات دي. ده انا عندي جوه اكتر من كده. يعني انا جيت هنا مثلا كانوا حاطين حوالي كام فوطه، 35 36 فوطه 37. بيهتموا بالحاجات دي قوي، عشان لو جيت ضيوف وكده لازم تعلقي فوطه من دي على الحمام. بصوا شايفين الشكل؟ فكل فوطه من دي لازم تعلقوها على الحمام، يعني كنوع من انواع العادات والتقاليد بتاعتهم. تمام؟ بصوا يعني هفردها لكم.
شايفين؟ وعايزه اقول لكم الحاجات الصغيره دي، الفوط الصغيره برضو دي هي اللي عاملاها. بصوا كان في مفرش تاني هخش اجيبه، تقريبا نسيت احطه. شايفين الحاجات اللي بتبقى بالكروشيه، اسمها كروشيه ولا تريكو مش عارفه، بس شايفين. وطبعا جيت لقيت بقى حوالي 100 شراب 100 شراب كروشيه، جبت لكم منه 3 بس اوريهولكم. بصوا شايفين، انا مش شايفه الكاميرا مبينه ايه، بس هشوف في اخر الفيديو انا عملت ايه. شايفين الشربات؟ طبعا عندي منهم جوه كتير جدا، وعايزه اسيبهم لليلى بصراحه، في حاجات هستعملها وفي حاجات هسيبها لليلى. بصوا كل ده هي اللي عاملاه. بصوا ده اصفر تقريبا من الركنه، بس ممكن اغسله عادي. شايفين مش بلبسهم كلهم طبعا، في حاجات شايلها كيوت كده. هي اللي عامله كل ده. عايزه اوريكم مفرش للسفره هي اللي عاملاه برضو، هخش اجيبه لكم. بس شايفين الحاجات دي، عايزه اقول لكم اللي هم ممتازين 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 في الحاجات دي. واي عروسه بتتجهز هنا سواء كانت اجنبيه مش اجنبيه لازم يخشوا عليها بهيلمان الفوط ده كله. يعني في مصر لما بنجيب فوط كتير بيقولوا ليه بتجيبوا الفوط، بس هما بيجيبوها زي ما قلت لكم بيضه خالص، وهما بينقشوها كنوع من انواع العادات بتاعتهم وكده. هخش اجيب المفرش بتاع السفره واجي لكم تاني. ورجعت لكم تاني، جبت لكم حاجتين. جبت لكم المفرش ده. المفرش ده ستان طبيعي برضو، هما بيشتروه ستان طبيعي هناك. الحاجات هناك مشهوره انها طبيعيه كلها يا جماعه في البحر الاسود، سواء قطن سواء ستان سواء حراير. تعرفين لدغه الره مضيعه الدنيا حراير. بصوا اللي هي بتعمل النقش ده، معرفش بيعملوه ازاي الحاجات دي، بس هما مبدعين بالصراحه. عايزه اوريكم ده كمان من فوق. هفرش الحاجات دي بقى في رمضان وبتاع. شايفين النقش؟ شايفين؟ عايزه اقول لكم من الركنه وكده في حاجات بتظهر عليهم، بس بصوا بتتمسح بالايد. يعني بصوا اتمسحت بالايد. ممكن بقى من الركنه وكده هفرشهم ان شاء الله في رمضان. عايزه اوريكم العظمه شايفين؟ هفرشهم في رمضان وكده، بس قبلها هنضفهم. دول برضو جابوا منه لماما هناك في مصر لما راحوا. وايه كمان، دي برضو لقيت حماتي سايباها لي هنا لما جيت جواز. هما في البحر الاسود طبعا اليونيفورم بتاعهم اي حاجه وفوقيها ده اللي هو اكيد بتشوفوه في المسلسلات وكده التركيه، برضو هي اللي عاملاهولي ده. والله بينفع في اجواء الشتاء القارصه يعني. وعامله الليله منه حاجات جميله، يعني عامله الليله حوالي 4 5 6 من الحاجات دي. ليلى برضو بتلبسهم في البيت في الشتاء القارص والحاجات دي. بصوا كده تمام. بما اننا ذكرنا مامة حسين فلازم نذكر ماما. اخر حاجه هوريها لكم النهارده اللبس اللي ماما اشتريتهولي عشان البسه في الحنه، لما الحنه بتاعت مصر والحنه بتاعت تركيا. بس ما لبستوش في حنه مصر، لبسته هنا وعجبهم جدا جدا. بصوا اللي هو الكفتان المغربي، تحيه لاهل المغرب. شايفين الجمال؟ بصوا متكلف شكرا يا ماما، ربنا يخليكي لينا يا رب. كان جميل قوي. بصوا بما اني خسيت ممكن اقيسه يعني. بصوا كان جميل ازاي، وعجبهم زي ما قلت لكم قوي قوي قوي. وكان عليه الحزام ده. شايفين؟ هي كانت بجد يعني هديه جميله من ماما، ولحد دلوقتي قيمتها فيها بسبب الحاجات اليدويه برضو المصنوعه عليه وكده. هو برضو مصنوع يدوي مش مصنع وكده. بس كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص، ويا رب يكون الفيديو من اوله لاخره عجبكم، والفطار يكون عجبكم. جربوه وقولوا لي رايكم، بما اني هشارككم الفتره الجايه وصفات صحيه انا بعملها عشان اخس وكده. وهشارككم برضو حاجات من الحاجات اليوميه وحاجات كانت في جهازي، وقريب ان شاء الله هشارككم حاجه كده مفاجاه كده هتعجبكم ان شاء الله. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.